بي ام دبليو واحدة من أشهر العلامات الرياضية في تاريخ رياضة السيارات بالكامل. بغض النظر عن تفوقها من عدمه، مفيش بني آدم على وجه الأرض ما يعرفش يعني إيه بي ام دبليو. في الحلقة دي بالذات ما ينفعش أبدأ على طول، لازم تكون أنت مستوعب وعارف يعني إيه بي ام دبليو. بشكل عام المواتير بالعربي فيها حلقة كاملة عن تاريخ الفئة الثالثة من بي ام دبليو، تقدر تشوفه من فوق هنا أو هنا، يعني مكان ما هيطلع حسب أنت عربي ولا إنجلش. الفئة الثالثة من بي ام دبليو يعني بيع أكتر من 1,000,000 نسخة، يعني إنتاج متواصل أكتر من 30 سنة. يعني 18,000 عربية بي ام دبليو اي 30 ام 3 يتم انتاجهم وبيعهم في حوالي 20 شهر. بي ام دبليو مفيش بني ادم في مصر ما حلمش سواء زمان او دلوقتي ان هو يمتلك عربيه بي ام دبليو. بي ام دبليو واحده من انجح الطرازات في مصر في هذه الفئه بالتحديد. ليه ده هنقوله قدام. يعني بشكل عام بي ام دبليو الفئه الثالثه منها بتنافس مرسيدس سي كلاس واودي اي 4 والفا روميو جوليا. العامل الاساسي والرئيسي في زياده المبيعات في مصر هو التجميع المصري للعربيه ديت. طيب ازاي التجميع المصري زود المبيعات في الحاجه دي بالتحديد؟ التجميع المصري في العربيه ديت ساهم بشكل مباشر في نجاحها عن طريق ان هو سمح انها تنزل باوبشنز كتيره، والاهم يعني او اقوى عامل هو المواتير القويه. بسبب الاعفاءات الجمركيه وما الى ذلك، بي ام دبليو بقت بتنزل مصر بالعديد من المواتير او بالعديد من الفئات. والمواتير ديت لو كانت نزلت بيها قبل كده او ما قبل الاعفاءات الجمركيه والتجميع المصري كانت هتنزل بسعر اعلى بكتير جدا. طيب تعالوا نتكلم كده عن المواتير بشكل اجمالي، وبعد كده هبدا اتكلم بالتفصيل عن كل موتور وانطباعاتي عنه. اول موتور العربيه دي بتنزل بيه هو 318 اي، اللي هو موتور 1500 سي سي تربو او توين باور تربو بمعنى اصح، 3 سلندر، مخرج 136 حصان و220 نيوتن متر في تورك. انا النهارده اخترت اتكلم عن موتورين بالتحديد. اول عربيه معانا النهارده هي بي ام دبليو 320 اي ام سبورت ال سي اي. ال سي اي يعني فيس ليفت، ده الاسم بتاع بي ام دبليو لما تقول فيس ليفت يعني. والام سبورت هي الفئه الاعلى على الاطلاق من ال 320، او زي ما احنا بنقول كده بالبلد يعني ام باكج، اصدامات والطاره والكراسي وما الى ذلك. يعني الموتور الثاني هو اللي بينزل في ال 320 اي، هو 2000 سي سي توين باور توربو، مخرج حوالي 184 حصان بالظبط و290 نيوتن متر في تورك، بيتسارع من 0 ل 100 في 7.2 ثانيه. زي ما قلنا 320 اي بتنزل بموتور 2000 سي سي توين باور توربو. عاوز تعرف يعني ايه توربو اصلا؟ هتلاقي لينك حلقه فوق هنا او هنا بيقول لك يعني ايه توربو بشكل عام. تاني حاجه بقى، يعني ايه توين باور توربو؟ توين باور توربو هو عباره عن توربو جواه مروحتين، مروحه خفيفه صغيره سهله الدوران، بتشتغل من اقل قدره للعادم يعني اللي هي 1350 لفه بالظبط، وبالتالي ما بيبقاش في حاجه اسمها توربو لاج، او ما بيبقاش العربيه في الاول معجزه معاك. مجرد ما المروحه الصغيره ديت لما سرعتها بتنتهي او بتجيب اخرها زي ما بيقولوا، ده بيكون الوقت المناسب ان المروحه الكبيره تبدا تشتغل وتسبول وتبدا تخرج القدره بتاعتها. فاجمالا انت تقدر تعتبر ان انت معاك مروحتين او تربوهين. اول تربو بيشتغل على الحاجات الخفيفه السهله في بدايه الطلوع من العربيه عشان ما يبقاش في تربو لاج، والمروحه الكبيره بتشتغل على السرعات العاليه وعلى الضغط العالي بتاع العادم يعني بمعنى اصح، وبالتالي زي ما تقول هاي اند كده للموتور، القوه بتاعته بتستيل عاليه لحد الار بي امز العاليه. اما عن انطباعاتي عن الموتور، فالموتور فعليا متالق في كل زاويه تخطر على بالك. في وسط البلد الموتور فعلا موفر في البنزين، ومش هتحس ان هو معجز معاك على السرعات البطيئه، بجانب طبعا اتزانه وهدوءه طول الوقت. يعني مش هتلاقيه دايما عمال يسقط نقلات عمال على بطال والعربيه بقى بتروح بجنبها والجو ده، لا لا لا، الكلام ده مش موجود. العربيه عاقله جدا، والفتيس دوت زد اف يعني تقريبا من اجمل واروع الفتايس اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك، وده فعلا يعني ما هياش مبالغه. في حاجات كده في الفتايس علامات تقيله قوي زي ما بيقولوا، يعني حاجات ما هياش سهله. طبعا كل ده على وضعيه القياده اللي هي اسمها الكمفورت. الكمفورت هي اللي فيها الكلام اللي احنا بنقول عليه ده كله، هي حاجه الوسط ما بين كل حاجه. عاوز تجري انا هديك فرصه شويه تفكر، اوكي انت مصمم، طيب خد النقله دي، وهكذا. دي عقليه الكمفورت مود في العربيه ديت. يعني تاني وضعيه اللي هي الايكو برو. الايكو برو ديت وضعيه التوفير الاقصى في العربيه. العربيه بتبقى هاديه جدا وبارده جدا ونقلات عمال على بطال، ويعني بص ميته زي ما بيقولوا. ودي حاجه كويسه جدا جدا، لان انت مجرد ان انت ما بتشغلها العربيه فعلا بتحس التوفير حقيقي في البنزين وهدوء بشع في العربيه، وهي دي الحاجه المطلوبه. انا فعلا عايز ايكو برو. اما الوضعيه الثالثه وهي السبورت. السبورت العربيه فيها بتتحول لكائن مجنون جدا. الفتيس 8 غيارات، ما بيهداش غير لما يسقط النقله ويشبط فيها زي العيل الصغير،
وما بيعتقش النقل غير على الريد زون. هتجري يعني هتجري، توجيه بيكون حاد كالشفره، العربيه بتتحول تماما وبتحس حرفيا ان انت راكب عربيه ثانيه، كل حاجه بتكون في العربيه ادق واكثر احترافيه زي ما بيقولوا. دواسه البنزين بتحس قوي بكل انش زياده انت بتدوسه. اي نعم الموتور ما هواش يعني نفاثه، ولكن بشكل عام هو موتور 2000 تربو في الاول في الاخر يعني، وده اقوى موتور ممكن تاخده في السعر ده، يعني على سعر 830,000 في البافاريا يعني مش تسليم فوري. ما افتكرش ان في موتور تاني 2000 تربو اساسا في الفئه السعريه ديت. واخيرا وضعيه السبورت بلس، الوضعيه ديت انا شخصيا ما انصحكش تجربها غير لو انت واحد فعلا بروفيشنال يعني، او لو انت مش واثق قوي في سواقتك بلاش. بالمناسبه الوضعيه ديت اللي هي سبورت بلس ما بتجيش غير في الام سبورت او اللي هي الام باكج، تمام. الوضعيه ديت اول حاجه بتعملها انها بتطفي التراكشن كنترول، بتطفي كل انظمه الامان. الحاجه الثانيه كمان بقى اللي هي الاهم انها بتشغل اللونش كنترول. طبيعه الموتور في 320 انا شخصيا شايفه الموتور اللي طالع بدورين في الفيلم، الموتور القوي اللي بيعرف يجري ابو صوت حلو واللي بيعرف ياكسلريت وفهمك ومع قله دوس البنزين بيروح، والموتور الهادي الغلبان الموفر في البنزين اللي قوي قوي بس ربنا هديه كده وراسي وعاقل ما بيطلعش على طول. الموتور في 320 متألق قوي في النقطتين دول، وان كانت شخصيه القوه طاغيه شويه عن شخصيه الهدوء والعقلانيه، ولكن في النهايه انت المتحكم وكل حاجه في ايدك، بمجرد دوس على الوضعيه هتختار الحاجه اللي مناسباك. طيب الموتور ده احسن موتور 2000 في الدنيا يعني؟ لا، الموتور ده موقعه ايه بالنسبه للمنافسين؟ لو قارنا 320 اي مع عربيه زي مرسيدس سي 200 هنلاقي السي 200 مطلعه 184 حصان، يعني زي ده بالظبط 184 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن مترز في تورك، يعني زياده 10 نيوتن بس عن البي ام دبليو 320. طيب مين بيتصارع افضل؟ الميرك بتتصارع في 7.3 ثانيه من 0 ل 100، اما البي ام دبليو 7.2. اودي بقى لحد حتى الاي 5 موتور 1400 تربو بيتصارع في 8 وكسر من الثانيه، فده يعني مالناش دعوه بيه، ده الله يعينه ربنا يسهله يا رب ويديله الصحه. اوكي حلو، يعني معنى كده ده اعظم موتور 2000 تربو في الفئه دي؟ لا، لو اهم حاجه عندك السرعه تقدر تبص على الفا روميو جوليا، واحده من اروع المواتير ذات ال 2000 توربو اللي انا شخصيا شفتها في حياتي. بتتسارع من 0 ل 100 في 6.4 ثانيه، من 0 ل 200 في حوالي 32 ثانيه، وسباق الربع ميل بتعمله في 14.9 ثانيه. واو. ولكن في مشكله صغيره، ان انت محتاج تزود على سعر ال 320 حوالي 300,000 جنيه. لو عندك استعداد جو فور ات، ولكن بشكل عام لو انت هتزود 300 ف 300 ب 300 بقى انت ممكن تجيب ال 340. ايه اللي في الكاميرا ده؟ ايه ده؟ احنا في 340. That's so much fun. .340 شغاله بموتور 6 سلندر انلاين 3000 سي توين باور توربو، مخرجه 326 حصان و480 نيوتن مترز في تورك، بتتسارع من 0 ل 100 في 5.1 ثانيه. يمكن بالنسبه للعربيه سعرها الرسمي 1,025,000، المفروض ان الطبيعي بتاعها انها تكون سريعه بقى وبتجري والكلام ده. في الحقيقه
لا، اقرب تسارع من ال 340 اي هي الالفا روميو جوليا، ودي مجرد 2000 توربو وبتتسارع في 6.4 ثانيه. ما اعتقدش ان في بني ادم طبيعي ممكن يدفع زياده حوالي 45,000 جنيه عشان يجيب عربيه اضعف ب1.4 ثانيه. ده رقم مش قليل نهائي. اما عن وضعيات القياده فانا مش هعيد الكلام فيها كتير يعني عشان ما نبقاش بنعيد نفس الكلام. هو برضو الفتيس 8 نقلات بنفس الاربع وضعيات القياده، ايكو برو، كومفورت، وسبورت، وسبورت بلس. ولكن ليها تعليق مهم جدا على حاجه برضو مهمه جدا، واتمنى تركز في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده. اولا اللي هقوله دوت في فريقين بيتكلموا عن فريق شايف ان هو حاجه حلوه جدا 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 وده الطبيعي وده المفروض، وفريق شايف ان هو ضعف في الهندسه او ضعف في الابداع ومجرد تبريرات وما الى ذلك. يعني خلينا متفقين اولا ان التراكشن كنترول وظيفته الرئيسيه هو ان العربيه ما تتزحلقش او ما تروحش بجنبها او ما تعملش دريفتنج. هنا الموضوع ان التراكشن كنترول مش قادر يكنترول العربيه، بالكاد العربيه ما بتتزحلقش على الكومفورت. وانس انك حطيت العربيه على السبورت او السبورت بلس فالموضوع العربيه هتروح بجنبها، ده شيء مؤكد ولا مفر منه حتى لو تراكشن كنترول شغال. وهنا بتكمن المشكله. فريق بيقول ان يا جماعه دي عربيه بي ام دبليو لازم تروح بجنبها، انا راكب 340 فانا بروفيشنال درايفر، انا عارف ان العربيه كده. وفريق تاني بيقول طب انتوا ليه اساسا عملتوا وضعيه اسمها سبورت بلس وليه عاملين ان التراكشن بزرار؟ ما دام كده العربيه هتتزحلق والعربيه تروح بجنبها، انا عاوز انا اللي اتحكم في الموضوع ده، انا عاوز ان انا مش عاوز العربيه تتزحلقش والكلام ده، هخليها على السبورت وبس. عاوز العربيه تتزحلق هخليها على سبورت بلس. امال انتوا عاملين الوضعيه ديت ليه؟ وفي الحقيقه انا محتار، ولكن انا شخصيا شايف ان انا من الفريق الثاني اللي بيقول ان ما دام في حاجه اسمها سبورت وحاجه اسمها سبورت بلس فلازم التراكشن يقدر يكنترول العربيه دي. انا لو عاوز ادريفت هجيب السبورت بلس. على كل حال ده امر الناس بتختلف فيه ودي كلها اراء. انت من انه فريق بالظبط؟ في بانل كده يطلع لك فوق يمين او شمال قول انت من الفريق الاولاني ولا الثاني. ودلوقتي ميعاد ان احنا نتكلم عن العفشه والتوجيه. اولا 340 بتنزل بجنوط 19 بمقاسين مختلفين قدام غير ورا طبعا. طيب خلينا متفقين ان اللي هيجي العربيه زي ديت ك 340 من المؤكد هو عارف هو رايح لايه وعارف بالتحديد طلبه. واحد هيشتري عربيه 3000 تربو اكيد جاي عشان يجري. العفشه من انشف ما يكون ودي حاجه كويسه، ولو ما كانتش بالنشفان ده تبقى دي المشكله او الحاجه غلط. العفشه رياضيه جدا، التوجيه فيها من اروع ما يكون والتماسك فعلا ممتاز. بالعقل كده عربيه مجهزه انها توصل لسرعات زي 260 كيلو متر ومحدده الكترونيا كمان، اكيد هتكون العفشه عامله كده. كذلك التوجيه مكمل العزف بتاع الاوركسترا ديت وبيقدموا مقطوعه موسيقيه عذبه جدا. توجيه حاد كشفره الموس فعلا يعني بدون مبالغه. بص المنظومه بالكامل بتعمل لاسعادك، كل حاجه مصممه في العربيه ديت انها تجري وبس وتقدم لك اقصى متعه ممكنه انت ممكن تحصل عليها من العربيه دي. انا تقريبا ما عنديش ولا تعليق سلبي على اي حاجه رياضيه في العربيه دي. على الصعيد الاخر انت لو عاوز تجيب اي عربيه رياضيه بالسعر ده مستحيل بكل بساطه. الموتور بتاع ال 340 ديت تحديدا اي حاجه تقدر تكمبيت معاه انت بتتكلم في حوالي 2 مليون او 2 مليون ونص. هي ديت الميزه القصوى للتجميع المصري للعربيه دي، ان هو سمح ان العربيه تنزل بمواتير عاليه جدا وقويه جدا جدا وفي نفس الوقت ارخص من اي منافس يخطر على بالك. اما بقى عن الاوبشنز والخامات والراحه تعالوا نرجع 320 عشان ظهري وجعني بصراحه. قبل ما اتكلم عن التقفيل خلونا اوضح حاجه مهمه جدا. العربيه ديت موديل 2018 زيرو، انا بنفسي اللي مستلمها، مفيش اي صنايع لعب فيها، ما فيهاش اي عيوب، مفيش حاجه اتفكت فيها وركبت تاني. فالتقييم اللي انا هقوله ده بالكامل صحيح. زي ما قلنا ان التقفيل المصري له العديد من المزايا زي ان هو سمح ان العربيه تنزل بمواتير قويه وباوبشنز كتيره، كمان ليه عيوب كتير وهي التقفيل والخامات. خليك مستعد ان انت تسمع صوت تزييق في الابواب عادي جدا وتعايش معاه. خليك كمان مستعد ان انت تسمع صوت تخبيط بسيط من الازاز اللي وراك، وانا شخصيا حصل معايا وصورته فيديو وهحطه بعد الكلام ده. اما عن الخامات فهي برضه مخيبه للامال وبشده. البلاستيك كتير، الجلد غير جيد نهائيا لو هنتكلم على الجوده بتاعت الجلد. وخليك برضه مركز كده في ملحوظه مهمه جدا، انا مش بقارن العربيه ديت بالجلد والبلاستيك مع عربيه زي الانترا ولا كورولا، اكيد لا، اي حاجه اقل منها طبعا بي ام دبليو هتتفوق عليها، ولكن انا بقارن العربيه ديت بما يكافئها وما يوازيها من العربيات. تصميم التابلو بشكل عام متوجه لاهتمامات السائق، الكونسول لافف ناحيته وخصوصا مع الطاره الام سبورت مع البادل شيفتس، وتصميم الطاره الرياضيه جدا والسكسي جدا، واحده حرفيا انا بجد من اروع الطارات
اللي شفتها في الفئه دي تماما 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 تصميم عصايه الفتيس الجميل جدا، والاي درايف 6 اللي اول مره السنه دي ينزل تاتش. الاي درايف رائع بمعنى الكلمه، واحد من افضل الانظمه الترفيهيه اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك، ودي حقيقه فعلا. ولكن ليا تعليقين متضايق منهم شويه. اولا مفيش ولا ابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو، يمكن عادي شويه. الاسوأ من كده، هل طبيعي ان عربيه سعرها اكتر من 800,000 جنيه ما فيهاش كاميرا خلفيه؟ ينفع اروح بعربيه زي كده زيرو بي ام دبليو موديل السنه لصنايعي يركب لي كاميرا ورا؟ ما اعتقدش انها حاجه لطيفه على الاطلاق، عيب قوي يعني، صح؟ اما عن الاوبشنز فهي كتير الحقيقه، بس انا هلخصها لك كده اجمالا في كام حاجه، وهحط لك برضه بروشور تحت لو انت عايز تجيت مور انفو. يعني هتلخص في الاي درايف 6 جنود 18 في 320 و19 في 340، كاميرا خلفيه في 340، كومفورت اكسس، فتح الشنطه بالارجل من تحت، يعني ده تقريبا كل الحاجات اللي موجوده فيها. اما عن السؤال الاخير وهو ليه جايب العربيتين ام سبورت، هو ببساطه لاني شايف ان العربيتين دولت ما ينفعوش في حاجه غير الشبابيه او الرياضيه وبس. الشنطه ضئيله جدا، الكنبه ضيقه جدا، السقف واطي جدا لدرجه انه حرفيا كان لامس دماغي انا لما قعدت ورا. كمان نفق الفتيس عملاق ومستحيل حد يقعد كشخص ثالث. خلينا نتكلم بواقعيه وبلاش نزوق الكلام، مستحيل، الا لو حرفيا انت بتتكلم في مشوار 5 دقائق 10 دقائق ماكسيمم، اكتر من كده اللي قاعد في النص ده هيموت. اما الضربه القاضيه في العربيه ديت هي الراحه. العربيه غير مريحه على الاطلاق. وطبعا اكيد انا مش بتكلم في الجزئيه ديت عن 340، لان اكيد برضو الكاستمر بتاع 340 هو جاي وعارف هو هيشتري ايه، واكيد عربيه زيت مش هتشتغل كديلي يوز تروح بيها الشغل بقى وتجيب المدام والاولاد من المدرسه والجو ده. انا بتكلم على 320 برضو المفروض انها تكون مطالبه نوعا ما انها تكون مريحه وكويسه لكن هي مش مريحه. على الصعيد الاخر لو انت ما جبتش الام سبورت اللكجري والكلام ده، الجنطه اصغر واريح والكرسي مختلف، ولكن برضو لا تزال غير مريحه وما عادتش رياضيه، فانت فقدت النقطتين اللي ممكن البي ام دبليو تكون متميزه فيهم. وبالتالي بالنسبه لي انا لو هشتري 300 او الفئه الثالثه من بي ام دبليو عموما، يا اما اجيبها ام سبورت يا اما ما اجيبهاش خالص. لان لو انا ما جبتهاش ام سبورت فانا هفقد الرياضيه والشبابيه وهفقد العائليه اللي هي اساسا مش موجوده فيها. فانا ما اعتقدش ان هيكون في اي حاجه مشجعه ان انت تجيب بي ام دبليو غير انها تكون ام سبورت. اخر حاجتين حلوين قوي بقى هو ان الهاند بريك ستيك، لانها كانت هتكون اهانه بشعه في حق بي ام دبليو لو الهاند بريك مش ستيك. تاني حاجه حلوه بقى هو الاير فينتس اللطيفه اللي هي ممرات الهواء اللي معموله في الاكسدام عشان خاطر تبرد الفرامل. شكرا بي ام دبليو.